سيدنا عبد القادر الجيلاني بيقول: ما استغاث بي أحد إلا أغثته. يقول قال عبد القادر الجيلاني: ما استغاث بي أحد إلا أغثته. فهذا كذب على الشيخ رحمه الله تعالى. وبالمناسبة الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة، لا يمكن أن يصدر منه هكذا كلام، فهو أصلا يكفر الصوفية ويكفر من يفعل أفعال الصوفية ويعتقد اعتقادات الصوفية، فكيف يصدر منه هكذا كلام؟ هذا كذب على الشيخ رحمه الله تعالى. ثم حتى لو قال عبد القادر الجيلاني هذا الكلام، فهذا الكلام كلام شركي محض. يعني الذي يغيث والذي يعين هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يفرج الكربات ويقضي الحاجات، وهو الذي ينفع ويضر. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر، أي ضر كان، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكيف لهؤلاء الذين يعتقدون أن غير الله عز وجل ينفع ويضر ويقضي الحاجات ويفرج الكربات يمر على هذه الآيات ويجعل هذه الآيات وراء ظهره كأن لم يسمعها وكأن لم يقرأها، ثم إذا ضاق به الأمر يذهب ويستغيث بما في القبر؟ فأي ضلال هذا؟ فأي ضلال هذا الذي يحجب عنه رؤية الآيات الواضحات البينات التي قال الله عز وجل فيها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسبحان الله، ربنا تبارك وتعالى يتكلم في هذه الآية بشكل صريح أن الأموات الذين في القبور الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لقضاء الحاجات وتفريج الكربات والنفع والضر أنهم لا يسمعون الدعاء، أي لا يسمعون النداء، ولو أنهم سمعوا لا يمكنهم أن يستجيبوا لمن دعاهم. فكيف لمن أوتي العقل يقرأ هذه الآيات ويرى هذه الآيات ثم يجعل هذه الآيات وراء ظهره ويجعل مع الله عز وجل إلها آخر ويشرك بالله عز وجل في ربوبيته؟